ما هو السحور المثالي لمرضى السكر في رمضان؟ أولاً، قبل أن أتحدث عن المأكولات، يجب تأخير فترة السحور قدر الإمكان. لماذا؟ لأنه تأخير فترة السحور سوف يؤدي إلى تقليل نسبة حدوث هبوط السكر. بالنسبة لماذا يأكل مريض السكر، يجب أن يركز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة وكذلك البقوليات كالحمص والفول، تمام، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وهذه النوعية من المأكولات ستؤدي إلى الشعور بالشبع. كذلك تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون وزيت جوز الهند، وكذلك الدهون المفيدة مثل الأفوكادو، والامتناع عن الدهون المضرة والمقالي. طبعا إذا أراد مريض السكر أن يتناول الجبن، يجب أن يكون الجبن قليل الدسم، وكذلك يجب أن يكون الدهن غير مملح. يعني الجبن المالح لابد أنه نقعه حتى نتخلص من كمية الملح الزائدة، لأنه أي موالح في فترة السحور سوف تؤدي إلى الشعور بالعطش الشديد. كذلك ينصح مريض السكر بتجنب الحلويات. لماذا؟ لأنه الحلويات هذه ستؤدي إلى رفع السكر، تمام، ومن ثم الشعور بالجوع. يعني الأشخاص الذين يتناولون الحلويات في فترة السحور هؤلاء سيكون عندهم الشعور بالجوع أكثر من الأشخاص الذين يتناولون مثل ما أخبرتكم الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات وكذلك الدهون المفيدة. كذلك يجب على مريض السكر أن يتجنب المشروبات المديرة للبول والتي تحتوي على الكافيين. يعني المشروبات المديرة للبول مثلا القهوة، الشاي، هذه تعتبر مشروبات مديرة للبول، وبالتالي أي إدرار للبول سيؤدي إلى ماذا؟ إلى الشعور بالعطش الشديد. ومثل ما أخبرتكم يجب تجنب الأطعمة المالحة والمخللات، ويجب شرب كميات كافية من الماء. شرب الماء لا يعني أنه تأخذ لتر وتشربه دفعة واحدة. من الفطور وحتى السحور يجب شرب كميات من الماء. يعني بعض الأشخاص يقول كيف سأشرب أنا؟ يعني هناك فترة أنام فيها. ممكن بعض الأشخاص يكون هو نايم بس غيره صاحي، فالشخص الصاحي يجب أنه يعطي الماء للشخص النائم. يعني هذه الطريقة ممتازة جدا، لأنه بعض الأشخاص ينام يصوم بعد ذلك يتناول الإفطار وبعدها ينام ساعات طويلة. هنا يجب على الشخص الغير نائم أنه يسقي الشخص النائم. هذه المعلومة مهمة جدا لأنه ستفرق كثير. أما أنه تفطر تشرب بعد ذلك ساعات من النوم، بعدها تصحى فقط وقت السحور تأخذ، حتى لو شربت كميات أو شربتي كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة، هذه فقط ستنهك الكلية بس، لكن إنه ستعمل ريهايدريشن أو تروية لن تفيد الجسم، وإنما لابد شرب كمية كبيرة من الماء، تمام. الإنسان البالغ 3 لتر من الماء، وممكن بالمناطق الحارة ممكن يحتاج أكثر من هذه الكمية، وتكون بوقت ليس فقط بوقت قصير، خلال وقت قصير، إنه أنا واجب أشرب هذه الكميات، إذا سأشربها حتى إن شاء الله خلال ساعة ولا ساعتين. أصلا هذا خطير، شرب الماء دفعة واحدة خطير. لماذا؟ لأنه ممكن يدخل الشخص بنقص بالصوديوم. نقص الصوديوم خطير جدا، تحدثت عن هذه نقص الصوديوم في فيديو سابق. إذن عند الالتزام بهذه التعليمات وكذلك بهذه الأغذية المفيدة، ولا تنسوا الزبادي أو هذا اللبن مفيد جدا، يشعر بالشبع، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي كثير منهم ممكن يرتاح بأنه يأخذ في وجبة السحور الزبادي. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم واستفدتم منه. لا تنسوا الاشتراك في قناتي دكتورة سوسن ناجي التميمي وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وفي أمان الله.